كل سنة وانتم طيبين. بكرة بإذن الله أول يوم في شهر الخير، يتعاد عليكم باليمن والخير والبركات يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. بكرة بإذن الله عندي عزومة صغنونة قد كده، والنهاردة بحب إن أنا أجهز شوية حاجات كده من بتاعة العزومة من قبلها بيوم. وحتى لو ما عنديش عزومة، حتى لو احنا هنفطر لوحدنا، برضو في حاجات معينة كده بحب أجهزها من قبلها بيوم. والحمد لله علقنا الزينة زي ما انتم شايفين ورايا كده، وكمان هوريكم الزينة اللي انا علقتها بالتفصيل دلوقتي حالا. وبعد كده اخدكم معايا بقى على المطبخ علشان نشوف مع بعض ايه هي التجهيزات اللي انا هعملها للعزومة بتاعت بكرة. يمكن حد فيكم يستفاد بفكرة ولو بسيطة خالص كده لما يبقى عندكم عزومة بإذن الله. فيلا بينا مع بعض نشوف الزينة، وبعد كده ندخل على المطبخ. وبقى كده نبدأ بالسفرة أول حاجة، علشان أنا الزينة اللي كانت موجودة عندي اللي أنا وريتها لكم في الفيديو اللي فات هي اللي أنا قسمتها على الشقة كلها، بين السفرة وبين الليفنج وبين الأوضة بتاعة البنات، لأن للأسف معرفناش بقى نزود عليها حاجة. بس الحمد لله اللي موجود كفة وخلى المنظر حلو جدا كده زي ما انتوا شايفين. السفرة يعني حاولت أنسق الألوان فيها كده كلها مع بعض وطلعت تحفة قوي، والتوزيع كمان مختلف عن كل سنة، فحاسة كده بتجديد بصراحة. تعالوا بقى نروح كده على الليفينج ونشوف الشكل هناك عامل ازاي. دي بقى كده الليفينج، وحبيت ان انا اعمل فيها كده شكل مختلف عن كل سنة، لان الكورنر ده عمري في حياتي ما عملته قبل كده. ولما عملته حسيت ان هو شكله حلو قوي وعاطي روح كده للأوضة. الليفينج بحب اهتم بيه دايما علشان خاطر هو اكتر مكان احنا بنقعد فيه، يعني طول النهار انا والولاد وباباهم، هو ده المكان اللي احنا بنقعد فيه. فبحب ان هو يبقى فيه اجواء كده شوية مختلفة او تبقى كتير شوية يعني. كل اللي موجود في الليفينج هنا كان عندي من الاول، ما جبتش اي حاجة جديدة خالص، مجرد ان انا بس بدلت الاماكن وعملت طريقة جديدة لتوزيع الزينة، فعطتني بقى المنظر الحلو قوي ده زي ما انتوا شايفين كده. وكمان اي عزومة اي ضيف جاي لنا برضو بنبقى قاعدين في الأوضة دي. فالكورنر ده كان من الحاجات بصراحة اللي انا عملتها ومبسوطة بيها جدا جدا جدا. دخلت بقى كده على طول على المطبخ علشان ابدا التجهيزات. وكنت غاسله الكاسات دي من الصبح كده وسايباها كده تتصفى، علشان هي بتتحط هنا تحت الدولاب هنا، فطبعا بتتطرب بسرعه جدا، كل مده لازم اغسلها. فشويه كده وهعلقها بقى في مكانها. وكمان هنا جايبه دبابيس عشان باذن الله بكره في العزومه هعمل دبابيس، ومعاها حاجات تانية هتشوفوها بقى في الفيديو اللي بعديه باذن الله. المهم نقعتها كده في ميه وليمون وملح وشوية سكر عشان السكر بيشيل الزفارة، وهسيبها كده منقوعة براحتها خالص، علشان بعد لما تتنقع كويس جدا بإذن الله هتبلها من بالليل برضو. هنا بقى كمان ولعت على، استنى اعمل لكم الإضاءة كده شوية، ايوه كده. ولعت على بنجر كده يتسلق علشان برضو هعمل سلطة بنجر بإذن الله. وكمان هنا ده قمر الدين ولعت عليه كده علشان يستوي، وبعد ما يبرد اعمله عصير. ولسه طبعا في شوية حاجات تانية كتير بإذن الله هعملها، ربنا يسهل والوقت يكفي بإذن الله. بصوا هنا كده في ايه، هنا كده في بطاطس انا مجهزاها، يعني عايزة اعمل بيها صنف كده معين، ولسه بفكر ومحتارة هل هعمله ولا لأ. المهم مخليها جنبي كده، وان شاء الله ان شاء الله بإذن الله اعمله. وطبعا كل ده هيبقى معاكم، فخليكم بقى مكملين معايا الفيديو كده لحد الاخر علشان تشوفوا بقية اليوم معايا. طفيت خلاص على قمر الدين، هسيبه يبرد شويه عشان اضربه بالهاند بلندر واعبيه بقى في ازايز. وخدت قرار ان انا هعمل الحاجه اللي انا عايزه اعملها بالبطاطس دي، فقشرتها وغسلتها وولعت عليها كده تتسلق، وانتوا كمان هتعرفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه. بس يا رب تنجح، لان انا خدت فيها مقلب قبل كده جربتها وللاسف فشلت معايا فشل ذريع ومش عارفه ايه السبب. بس يعني انا مش بحب ان انا ايه يعني اتنازل، ببقى بصمم ان انا اجرب اعمل الحاجة تاني، وان شاء الله ان شاء الله تنجح باذن الله النهاردة. وكمان علقت بقى الكاسات هنا كده مكانها علشان الرخامة تبقى فاضية لحد ما الحاجة اللي على النار تتسلق، وبعد كده بقى ايه نرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه. قلت بقى كمان اجهز النسكافيه علشان احنا كلنا بنحب النسكافيه، علشان اعمل لنا كلنا بعد الفطار بكره باذن الله. هيبقى الموضوع بصراحه صعب يعني، وياخد وقت كبير، مش صعب عليا يعني بس هياخد وقت وهيقعدوا يستنوا ياما. فعلشان كده بقى قلت ايه، لا انا اعمل الرغوه بتاعته واشيلها في الفريزر، وبعد كده ابقى اطلعها واعمل بقى النسكافيه على طول. حطيت كده نسكافيه ايه على قد عدد المجات اللي انا هعملها، وهحط عدد سكر قليل علشان خاطر في ناس بتحب السكر قليل جدا. فلما يبقى السكر قليل عادي مفيش مشكلة،
وبعد كده اللي عايز بقى سكر يبقى يزود في المج بتاعه لما يتعمل عادي. هحط برضو بقى هنا شويه ميه، وبعد كده اضربه كويس قوي بالمضرب اللي هو بالكهرباء ده، ويعني يعمل فوم حلو كده، واشيله بقى في الفريزر. وعلى فكره هشيله في دي كده زي ما هي، دي اصلا عصارة برتقان بس عادي جدا. هغطيها كويس قوي بستريتش وادخلها الفريزر، علشان حسيت ان هي كده دي واسعة وهعمل فيها براحتي يعني. هضربه بقى كده بالمضرب، ولما يتضرب كويس اشيله بقى في الفريزر. ضربته خالص اهو، هو كده بقى جاهز. طالما مش بينزل من المضرب، شايفين الشكل عامل ازاي؟ يبقى هو كده الفوم خلاص تمام. هغطيه بقى واشيله في الفريزر، واروح اكمل بقيه الحاجه بقى اللي على النار، علشان خاطر ايه الحق اخلص. البطاطس بقى كمان خلاص اتسلقت اهي، صفيتها كويس، بس ايه ههرسها وهي سخنه، علشان طبعا وهي سخنه بتتهرس طبعا اسهل واسرع. وانا يعني سلقتها كويس عشان تتهرس كويس، تبقى طريه يعني. يعني ههرسها خالص كده، وبعد كده بقى هتبلها. وبرده دلوقتي هتعرفوا انا هعمل بيها ايه. خمنوا بقى في الكومنتات قبل ما تشوفوا، وقولوا لي انا هعمل ايه بالبطاطس دي. هحط لها بقى البهارات بتاعه كنور بتاعه البطاطس دي، وكمان هحط شويه فلفل اسود، بس انا هحط باكو واحد بس علشان يعني هو بيبقى مالح. وادوقها بعد ما اقلبها، لو محتاجه تاني ممكن احط باكو تاني او اكمل بملح، يعني لسه هشوف. بس هحط شويه فلفل اسود حلوين كده عشان انا بحب طعم الفلفل الاسود قوي. وهقلب بقى كل ده مع بعض ولحد ما تبرد، وبعد كده بقى ايه اروح اكملها علشان اعمل بيها الوصفه اللي انا عايزاها. سبت بقى البطاطس على جنب هنا كده تبرد شويه، علشان مش هينفع استخدمها وهي لسه سخنه. لما تبرد خالص بقى باذن الله هستخدمها. وقمر الدين هنا يعني تقريبا برد بقى دافي خلاص. هحط له بقى السكر بتاعه واضربه بالهاند بلندر، واعبيه في الازايز. ويبقى فاضل لي كده ايه البنجر كمان خلاص، يعني اتسلق وصفيت الميه بتاعته، وسايباه برده يبرد عشان اقشره واقطعه واتبله. فباذن الله كل حاجه تخلص على طول. قشرت البنجر وقطعته كده مكعبات صغيرة، لسه بقى هتبله. وليه بقى انا بحب اعمل البنجر من قبلها بيوم؟ علشان خاطر يشرب من التتبيلة. كل ما بيبقى متبل من قبلها من بدري بيبقى احلى بكتير جدا. وكمان ضربت قمر الدين وحطيته في الازايز دي، بحتفظ بالازايز بتاعه المية المعدنية علشان احط فيها العصاير. وكمان البطاطس عملتها كور كده، وحضرت لها هنا دقيق وبقسماط، وفاضل هنا هحضر بيض بملح وفلفل. واعتقد كده بقى انتوا عرفتوا انا هعملها ايه. هعملها ان شاء الله بطاطس كروكيت، بس ادعولي ان هي تنجح معايا، لان هي قبل كده عملت فيا مقلب وفصل كان بشع بصراحة، وكانت مش ناجحة خالص. بس من قبل يعني ما توصل معايا للمرحلة دي، من الاول خالص مرضتش حتى ان هي تتكور ولا تتشكل. كانت سايحة كده ومش عايزة تتشكل نهائي. وكمان بقى عملت ايه بعد ما فضيت اللبانة دي من القمر الدين؟ غسلتها وعملت كركديه كده، غليته وحطيت عليه سكر، وسايباه دلوقتي يبرد علشان برضو هصفيه واحطه في الازايز. بحب قوي اعمل العصاير في اللبانه دي، علشان بتبقى غويطه وبتاخد كميه، وكمان بتبقى سهله عليا قوي. وانا بفضيه في الازايز بعرف ان انا اصب منها كده بسهوله. تعالوا بقى دلوقتي نروح كده للبطاطس، نعملها بقى في الدقيق والبيض والبقسماط. هاخد بقى واحدة واحدة، احطها الاول في الدقيق، وهخلي معلقة كده ناشفة للدقيق والبقسماط والشوكة للبيض، عشان ما يتعمليش زي العجينة كده، فاهمني؟ بس انا فاضها من الدقيق كده، واروح بيها على طول بقى ايه على البيض، وبعدين على البقسماط. ويا رب تطلع زي ما انا عايزة. انا قلت اعملها بقى قبلها بيوم ليه؟ علشان خاطر اولا زي ما قلت لكم كده، هي قبل كده عملت فيا فصل وحش وما نجحتش معايا. فقلت ايه لا اشوف من قبلها بيوم. ثانيا كمان علشان احطها في الفريزر عشان تبقى متجمدة، واضمن ان هي ان شاء الله ان شاء الله ما تفكش في الزيت. ففي حاجات كده بتبقى هي لازم تتعمل من قبلها بمدة، يعني مش على طول كده وقت ما احنا يعني هناكل، لا. فالعصاير برضو من الحاجات اللي انا بحب جدا اعملها من قبلها بيوم، حتى لو ما عنديش عزومة. علشان خاطر ايه؟ طبعا ببقى عايزة ادوقها. فهدوقها ازاي يعني وانا صايمة؟ ببقى عايزة اشوف كده تقيلة خفيفة، سكرها مظبوط، لا. المهم ببقى عايزة ادوقها. فانسب حل بالنسبة لي هي ان انا اعملها قبلها بيوم. والبنجر زي ما قلت لكم علشان يشرب من التتبيلة. وبرضو الحاجات دي بتوفر بقى عليا وقت، يعني نص الوقت بالظبط، لان طبعا في انواع تانية لسه هعملها بكرة.
فلو كنت هسيب كل حاجة ان انا اعملها بكرة كان هيبقى الموضوع برضو هياخد مني وقت جامد. وبخاف بقى مثلا ايه المية تقطع، النور يقطع، يعني اي حاجة تحصل تعطلني. فكده ابقى حاسة ان انا ايه يعني برضو كسبت وقت وخلصت حاجات ياما، وفرت عليا وقت كده بكرة بإذن الله. وابقى يعني مش محطوطة تحت ضغط، فاهمني؟ فكده على راحتي وبالراحة واحدة واحدة، فالدنيا تبقى تمام جدا جدا بالنسبة لي. بس انا مستبشرة خير بإذن الله ان البطاطس دي هتطلع خطيرة ان شاء الله، يعني بإذن الله. اي حاجة باجي اعملها بسمي الله كده، فان شاء الله تطلع كده ببركة ربنا حلوة بإذن الله. والفراخ بقى زي ما قلت لكم برضو، علشان ابقى يعني نقعتها وغسلتها وتبلتها، فبرضو تاخد من التتبيلة كده من قبلها بيوم، فتوفر عليا وقت بقى بكرة في ان يا دوب احطها في الصينية وفي الفرن كده على طول، فيبقى كأني خلصتها يعني خلاص. فالصنف ده بالنسبة لي يعتبر كده ايه خالص. فالتجهيزات دي بصراحة بتبقى حاجة حلوة قوي. انا عن نفسي مش بجهز قبل رمضان بشهر وافضل انزل اشتري مشتريات واحط في الفريزر، لا ما بعملش كده بصراحة. يعني على قد ما انا محتاجة، على قد ما انا بجيب، وعندي عزومة هعمل اكل كتير لأي سبب من الاسباب، يبقى ايه يبقى من قبلها بيوم كده زي ما انتوا شايفين. بس كده بحاول بقى ان انا اشارككم كده على قد ما اقدر، يمكن تستفادوا كده ولو بحاجة بسيطة. فكرة أكلة، وصفة، حاجة. طبعا أنا مش شيف ولا حاجة، بس يعني إيه بشارككم اللي أنا بعمله كأي ست بيت يعني. وأخيرا الحمد لله خلصت كده كل التجهيزات اللي هي المفروض أعملها النهاردة. البطاطس اهي خلاص، هغطيها برضو بكيس تلاجة تاني يعني على الوش كده، وأدخلها بقى الفريزر. وآدي البنجر والدبابيس اتبلت، برضو هتخش التلاجة، هتتغطى برضو بستريتش وتخش التلاجة. وآدي الكركديه اتصفى وحطيته في الازايز دي، برضو هيخش التلاجة او الدي فريزر، لسه هشوف. وكمان حطيت بقى البيض بتاع السحور، اول سحور، علشان خاطر يبقى جاهز كده لما اجي احضر بقية السحور، يبقى البيض هو كمان جاهز. كده مش فاضل لي غير ان انا ادخل الحاجات دي كده في اماكنها، وبعد كده باذن الله كمان شوية نعمل السحور. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بان انا احضر السحور كده واوريهولكم. سحور تقليدي عادي جدا مصري، فول، جبنات، بيض، زبادي، عسل، مفيش اكتر من كده. والحمد لله طبعا نعمة ورضا. وكده نكون وصلنا لنهاية اليوم كمان، واقدر بقى ان انا اقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم قريب في فيديو جديد.